يا صباح السعادة أو يا مساء الجمال، على حسب انتي بتشوفيني امتى. بقالي كتير مصورتش معاكم فيديوهات تقريبا من العيد الصغير، ولكن الحمد لله عود حميد. هنعمل مع بعض النهاردة روتين حلو، وهنعمل كمان تفريزات مهمة. اي ست مش شرط تكون عاملة، اي ست لازم تعتمد عليها، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان التفريزات بتوفر معانا وقت كبير، نقدر نستخدم الوقت ده في حاجة تاني. في البداية كده كنا بنمنجه على نفسينا، فجبنا بسطرمة او عينة البسطرمة اللي انتوا شايفينها دي، وكمان العينة دي كانت ب38 جنيه. تمام. المهم مع الاربع بيضات كده، ورحنا عملنا بسطرمة علشان نفطر بيها زي ما انتوا شايفين بقى. فعلا دي بقى بيض بالبسطرمة، مش بسطرمة بالبيض، لا دي فعلا بيض بالبسطرمة. وكمان بقى علشان نعدل مزاجنا، علشان نبدأ اليوم القوي بتاعنا، فعملنا كوباية شاي سادة. ويلا بينا بقى بعد ما نفطر هقول لكم هنعمل ايه. اهم شيء قبل ما تبدأي في التفريزات، لو انت ما عندكيش اكل لازم تجهزي اكلك، لو انت عندك اكل بيكون افضل. انا اليوم ده كنت هعمل مكرونة وفراخ مشوية، المكرونة اللي هي المبكبكة. فالفراخ المشوية بقى طبعا الفراخ طبعا انا غسلتها حلو، وبعد كده سبتها تنشف، وجبت بقى كوباية من الزبادي على معلقتين من الزيت، وجبت كمان كيس من البهارات الجاهزة اللي هي بتاعة المشويات، وضفتهم كلهم مع بعض، وبدأت ان انا الفها كده. طبعا لو مش عايزة تجيبي الكيس الجاهز ممكن تجيبي البهارات العادية، لو مش عايزة تعملي خالص هتلاقيني عاملة معاكي على القناة اكتر من 10 وصفات للفراخ المشوية، وكلهم بيأدوا معاكي للنتيجة فعلا كأنك شاريها من بره. بس كده بقى هنبدأ ان احنا نخرم الفراخ كويس، ده اهم شيء عشان تسوي تكون طرية من جوه. وهنحطها في الخلطة، انا طبعا عملتها كده لان كنت عايزة خلطة سريعة علشان اليوم بتاعي مليان شوية. بس كده بقى، وهنغطيها، انا غطيتها بشنطة، غطيها بستريتش راب بأي حاجة عندك، ودخلتها في التلاجة اقل حاجة تقعديها 6 ساعات. وقلت كمان اعمل المبكبكة او المكرونة. هنا بقى جبت اللحمة، تمام، مادة دهنية ليا سمنة، زبدة المتاح عندك، حتى لو زيت مش مهم. وحطيت فيها اللحمة، ونبدأ ان احنا نديها تشويحة. بعد ما اتشوحت معايا حطيت عليها بصل، طبعا البصل ده انا مفرزاه، تفريز البصل بصوا لا غنى عنه. فحطيت عليها البصل، وبعد كده هتنزلي عليها بمعلقتين من الصلصة، وتنزل عليها بالطماطم. هتديها بقى نص لتر من المية، المية المغلية اهم شيء، المية اللي نحطها تكون مية سخنة مغلية. وهتسيبيها لحد ما اللحمة تستوي تماما. هتاخد معاكي مثلا على حسب بقى نوع اللحمة اللي انتي بتستخدميها، طبعا كل ما اللحمة تكون صغيرة كل ما تستوي معاكي اسرع. هنا بقى بصوا اللحمة عاملة ازاي، انا سبتها تستوي تماما خلاص. بعد ما استوت معايا بالشكل ده هديها برضو نص لتر من المية، وهنزل بكيس المكرونة. المكرونة مش مسلوقة ولا اي حاجة، المكرونة زي ما هي. هديها بقى ملح وفلفل اسود، والبهارات اللي انت عايزة تحطيها حطيها. هضيف بقى المكرونة، وبس كده بقى هنسيبها على البوتاجاز لحد ما المكرونة تستوي. وده كان شكلها النهائي. هي المفروض بيكون فيها شوية صلصة اكتر من كده شوية، ولكن النور قطع، فعقبال ما جيت اصورها كانت هي شربت الصلصة بتاعتها. تعالوا بقى نجهز الفراخ، انا وريتكم بس المكرونة ما خلصت، ولكن احنا كنا الاتنين مع بعض. الفراخ بقى بنحط مية علشان تكون طرية وهنبدأ ان احنا نرص الفراخ.
الطريقة دي حلوة قوي، والطريقة كمان اللي عملناها مع بعض قبل كده، اللي هي بتجيبي الصينية وتحطي فيها ورقة الزبدة وتحطي من تحتيها مية، برضو الطريقة دي رهيبة حلوة جدا. بس بقى انا بعملها في فرن البوتاجاز، وبعد كده بولع عليها الشواية، يعني بولع عليها الفرن لحد ما تستوي، وبعد كده بولع عليها الشواية. لو كان عندي بقدونس بقى كنت عملنا حبة حركات وحبة الوان، ولكن انا ما كانش عندي. وهنا بقى خلاص كنا اتغدينا والدنيا تمام، ويلا بينا بقى نعمل نعمل التفريزات. اي حاجة متاحة قدامك ان انتي تقدري تشتريها فانت تقدري تشتريها وتفرزيها. اي حاجة متاحة معاكي 10 20 30، اي فلوس زيادة تقدري ان انتي تجيبي بيها حاجة وتفرزيها. هتلاقي برضو على القناة فيديوهات تفريزات لأي حاجة تتخيليها. اما النهاردة بقى فهنبتدي بتفريز الطماطم. طبعا الطماطم طول ما هي معمولة ومتسبكة وموجودة في الفريزر فانتي الاكلة يعتبر نصها جاهز معاكي. صدقوني برضو مش موضوع ان انتي بتضربي قطة في الخلاط، لا يعني برضو بننجز في الوقت جامد. بس كده، فانا كنت كل ما انزل اجيب طماطم، شنطة طماطم، او جوزي يجيب لي طماطم، يعني جمعت كمية حلوة قوي. وهنبدأ بقى ان احنا هنغسلها. بصوا انا كان في جزء حطاه في الفريزر، وكان في جزء اللي هو كان لسه حديث اللي انتوا شايفينه ده. فالجزء اللي كان في الفريزر عملته في حلة لوحده، والجزء اللي هو الطازة ده عملته في حلة لوحده. تمام. بس بقى احنا هنبدأ ان احنا نقطعها ونشيل الحتة اللي فوق في الوش دي، وهنحطها على البوتاجاز لحد ما تبقى بالشكل ده. تقدري بقى ان انتي تضربيها بالهاند بلندر، بس انا هعملها في الخلاط. ما كانش ليه مزاج اعملها بالهاند بلندر يعني اليوم ده، وقلت اعملها في الخلاط علشان تتطحن حلوة قوي معايا. بس كده بقيت اضربها بقى جزء جزء، وابدا ان انا اصفيها. اهم شيء ان انتي برضو تصفيها. لو انتي ولادك يعني بيحبوا الصلصة عادي مش متصفية براحتك، او عشان المحشي او الكلام ده براحتك. المهم انا بصفيها كلها، وبعد كده برجعها تاني على البوتاجاز، وبديها غلوتين، وبديها ملح، وبديها سكر، وبديها زيت كمادة حفظ، وبعملها في الاكياس. طبعا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو لان عملناها مع بعض كتير على القناة. هنا بقى كمان هفرز البصل. برضو كنت زي ما بقولكوا كده في الاول ان من اهم التفريزات عندي تفريزات البصل. قبل ما بيخلص لازم اكون مفرزة غيره، وخصوصا البصل الجديد ده ما بيكونش ليه عمر. بس انتي تقدري تفرزي اي بصل بقى، ابيض احمر اصفر، اي بصل تقدري ان انتي تفرزيه. هنا بقى جبت البصل وبدأت ان انا اقشره. طبعا احنا هنعمل على كذا جزء، يعني هنعمل البصل لكذا حاجة. اول حاجة ده هيكون البصل المفروم عادي، افرميه ولكن ما تطلعيش ميته. قطعناه بقى وقشرناه وضربناه زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ ان احنا نحطه في الاكياس، وهنفرده في الكيس حلو. ولا هنحط له زيت، ولا هنحط له ملح، ولا هنحط له اي حاجة. احنا هنفرده حلو بس مش اكتر. هنعمل بقى الكمية اللي احنا عايزين نعملها من المفروم دي. ما كانتش الكمية كلها، ده كان الجزء الاول. تمام. وهنعمل تاني بقى. كمان هنجيب البصل اللي هو الحجم الصغير خالص، يعني اصغر بصل. هو هنا الكاميرا مكبرة شوية، ولكن هو حجمه اصغر من كده شوية. فهننقي البصل الصغير وهنخليه علشان يكون للشوربة. فنبدأ ان احنا نقشره كده. مش شرط ان احنا نعمل من ده كمية كبيرة، لان في الاغلب هيكون انت عندك بصل برضو مش متفرز، فسهل ان انت تحطيه يعني. ولكن ده للطوارئ، لوقت مستعجلة، لوقت ما عندكيش بصل كده يعني. بس كده. وهنشقه بقى 4/4 ونشيله علشان الشوربة. من حاجات البصل برضو اللي احنا هنعملها والمهمة قوي اللي احنا بنقطعه كده جوليان او جوانح، او زي ما انتوا شايفين كده. البصل هو بيكون بتاع الكشري. انا بقى بحب استخدم البصل ده في اكلات كتيرة، يعني بيبقى كبدة وقوانص، كبدة عامة،
بصلية. بصوا بحب البصل ده بدخله في اكلات كتيرة قوي، صينية بطاطس. المهم هاخد بقى جزء منه وهحط عليه نشا اللي انتوا شايفينه ده، وده هخليه للكشري. تمام، اللي انتوا شايفينه ده هخليه للكشري. اما بقى البصل الباقي دوت انا هخليه بقى ايه للاكلات التانية اللي انا قلتلكم عليها. ولكن البصل الاخير ده انا هحط عليه شوية زيت لان الكمية كبيرة، العلبة دي غويطة لتحت، فالكمية كبيرة عشان لما احب اخد شوية اعرف ان انا اخد، فاحط شوية زيت كده وهقلبهم. بس كده، دي كانت الوصفات اللي عملناها مع بعض النهاردة. انا عملت شوية تفريزات تاني بس ما حبيتش اخليها في الفيديو ده عشان ما يبقاش طويل عليكم. عملت الثوم والهريسة والثوم ابو فلفل، هبقى انزله لكم ان شاء الله. وكمان فرزت البطاطس، ان شاء الله هبقى انزلها لكم في الفيديو اللي جاي. دي كده الحاجات اللي عملناها النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون كان خفيف على قلوبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه لو اي حاجه بسيطه. انا ولاء هاشم ودي قناتي، لو عجبتك ومش مشتركه معايا اتمنى ان انت تشرفيني بالاشتراك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاعجاب وتعملي شير في الخير ان شاء الله. ولحد هنا هقول لكم دمتم سالمين ومع السلامه.